أكيد مفيش حد مهتم بالذكاء الاصطناعي ما يعرفش إن سيدانس 2 هو الملك المتوج على محركات الفيديوهات في العالم حالياً. بس فجأة ومن غير أي إنذار ظهر حصان أسود، أو بمعنى أصح حصان سعيد، اسمه هابي هورس 1. الموديل ده متصدر منصات التقييم العالمية والحوالي شهر كامل هو لسه محافظ على التقييم ده، وده كان من أكتر الأسباب اللي حمستني جدا إني أعمل الفيديو ده. لما سيدانس بالقوة دي فيا ترى هيبقى الأفضل والأعلى منه تقييم عامل إزاي؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنة ما بين المحركين ونشوف هل التقييمات دي فعلا حقيقية على أرض الواقع. بس أنا قلت أنا مش هجرب لوحدي، علشان كده عملت لك جيف أواي في الفيديو ده. في 5 منكم هيكسبوا حسابات مدفوعة تقدر من خلالها تعمل فيديوهات لسيدانس وهابي هورس وأي محرك تحبه. كمل الفيديو للآخر علشان تعرف تفاصيل الجيف أواي. وعلشان نجيب آخر المحركين هنستخدم موقع لومي فلو، كنت اتكلمت عنه قبل كده. اللي بيعجبني في الموقع ده إنه بيوفر كل المحركات الجديدة أول ما بتنزل على طول. من هنا هدخل على إنشاء فيديو، ومن هنا هختار المحرك اللي أنا عايزه. أنا المرة دي هختار سيدانس الأول تجربة، وهخليه من هنا على المرجع الشامل، وهثبت إنه يبقى 15 ثانية علشان نستفيد منه على الآخر، واختار الأبعاد بتاعتي، وهدوس من هنا علشان أرفع الصورة اللي هستخدمها. أنا كنت عامل ملف الشخصية دي علشان يقدر المحرك يفهم أبعاد الشخصية بتاعتي من كل الزوايا. أنا هحط البرومت هنا وأتأكد إن الجزء اللي بيذكر فيه الشخصية إني أعمل منشن للصورة. وفي التجربة دي أنا هخش في الجد على طول، وهعمل فيديو معقد ونشوف مين هيقدر يستغل 15 ثانية كاملين في مشهد كامل وبحركات معقدة وأكشن من أول ثانية لآخر ثانية. هختار هابي هورس على نفس الإعدادات والبرومت زي ما هو، واللي فاجئني إن هابي هورس ما كملش نص دقيقة، في حين إن سيدانس بياخد من حوالي 3 ل 4 دقايق علشان يعمل الفيديو. يعني أتمنى إن السرعة دي تيجي بفايدة. فيلا نشوف نتيجة هابي هورس سوا. ايه ده يا ملك؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش شايف حاجة واحدة اتعملت صح علشان اتكلم على الغلطات. يعني لو السرعة هتيجي على حساب الجودة فدي حاجة اكيد انا مش عايزها. بس قبل ما احكم يمكن المشكلة في البرومت بتاعي، فهجرب كده نشوف نتيجة نفس البرومت على سيدانس عاملة ازاي. نتيجة مثالية ما فيهاش ولا غلطة، واستغلال كامل لكل ثانية في ال15 ثانية اللي كانوا في الأمر. اللي فاجئني مش بس سوء الجودة في هابي هورس، هو كمان ما كملش بقى الأمر اللي أنا طلبته. فده سوء إدارة لمدة الفيديو محبط جدا ويضيع رصيد على الفاضي. بس خلينا ما نستعجلش، يمكن دي كانت مشكلة بسبب البرومت. فهجرب أرفع الكاركتر شيت ده على أمر دقيق أكتر ونشوف يمكن لو في تفاصيل أكتر المحرك يلتزم أكتر في الفيديو. هتأكد إني عامل منشن للشخصية في مكانها، ونشوف نتيجة هابي هورس الأول. هو ايه اللي حصل ده؟ مالك بس يا نمبر 1؟ ومين ده؟ تقريبا انا اللي اتضربت. ده مفيش حاجة واحدة مكتوبة في البرومت حصلت. طب نشوف نتيجة سيدانس، يمكن مشكلة برضو في البرومت. ايوه كده، انا كنت بدأت اشك في نفسي. يعني كل حاجة طلبتها سيدانس طلعها مظبوطة بالملي، مع حركة الشخصية وثباتها طول الفيديو وحركة الكاميرا، بخلاف هابي هورس اللي نتائجه لحد دلوقتي محبطة لأبعد الحدود. طيب بعيدا عن الاكشن شوية، نجربه في شيء مفيد يعني زي الاعلانات. انا كنت مجهز الصورة دي لمنتج مش حقيقي، هرفعها مع برومت ابسط شوية من اللي فاتوا ونشوف نتيجة هابي هورس الاول.
بصراحة وبعد النتائج اللي فاتت أنا كنت فقدت الأمل، بس المرة دي النتيجة طلعت كويسة جدا عن المتوقع. بس نشوف سيدانس طلع إيه من نفس البرومبت. أنا دلوقتي احترت، يعني أي نتيجة منهم الأفضل. حسيت شوية إن سيدانس فاهم إخراج أكتر وقدر يلعب بالكادرات بشكل احترافي، بس هابي هورس والأول مرة يلتزم بالأمر من أوله لآخره، وسيدانس لسه بيخليك تحس إنك بتتفرج على إعلان مدفوع فيه آلاف الدولارات. بس عشان الحيرة دي أنا هستنى رأيكم في الكومنتات، أي نتيجة منهم كانت الأفضل. هجرب المرة دي أزود ليفل التعقيد في الإعلان، وما بقاش ينفع نقبل بأي فيديو وخلاص. فأنا عملت صورة الكنترولر ده لفكرة إعلان مجنونة شوية في بالي، فهروح أضيفه هو والبرومبت وأتأكد إن كل شيء موجود مكانه، وأكرر نفس الموضوع مع هابي هورس ونشوف نتيجته الأول. Yo, what the hell? Wait, what is this? What the, where am I? This is not real. يعني بجد بجانب المصايب اللي في الصوت وحركة الشفايف اللي خربانة، أنا كان نفسي يكمل حتى البرومبت للآخر. طب تعال نشوف نتيجة سيدانس علشان تفهم قصدي إيه. Yo, what the hell? Wait, what is this? What the, where am I? This is not real. No, this is very real. Okay, move. I'm in the game. I'm actually in the game. أنا بعد الفيديو ده نفسي أشوف الناس اللي قيمت هابي هورس فوق سيدانس وأعرف كانوا شاربين إيه ساعتها. يعني الفرق مش بس في الإخراج وفهم البرومبت، الفرق في الوعي. هابي هورس أيوة بيطلع الفيديو في ثواني، بس دوت بيطلع على حساب حاجات كتير جدا. وعلشان أقطع الشك باليقين قلت أديله فرصة أخيرة، والمرة دي أنا مش هطلب منه أكشن تاني خالص. واضح إنه عنده حساسية من الأكشن. أنا كنت عامل صورة للماوس ده وصورة تانية لأبعاده، وعايز أعمل له إعلان بسيط. هابي هورس كالعادة بيبدأ بداية مبشرة، بعد كده يبدأ يسيح ويخرف في كل التفاصيل ويحطها على بعض. طب يلا نشوف نتيجة الملك اللي بجد. بصراحة النتيجة كانت محسومة من بدري، بس أنا كان عندي أمل شوية. بس وعي واحترافية سيدانس ملهاش مثيل لحد دلوقتي. هابي هورس لسه في إصداره الأول، ويمكن قدامه مشوار طويل علشان يوصل لقوة سيدانس، والسرعة هي مش كل حاجة. بس ما تنساش إن كان في جيف أواي في الفيديو ده، وتقدر من خلاله تختار تجرب سيدانس أو أي محرك أنت تتخيله. شرط الجيف أواي بسيط جدا، هو لايك للفيديو وتأكد إنك مشترك في القناة، وهتلاقي في الفيديو ده ظهرت 3 أرقام عشوائية في أماكن مختلفة علشان تشوف أنت تركيزك زي هابي هورس ولا زي سيدانس. كل اللي عليك إنك هتجمع الأرقام اللي ظهرت واكتب لي المجموع في كومنت. بس خلي بالك أي كومنت فيه الرقم بس مش هيتقبل. أنا عايز أشوف رأيك ونتكلم مع بعض في الكومنتات. إيه أكتر فيديو عجبك؟ إيه المحرك اللي ناوي تعتمد عليه الفترة الجاية؟ وفي آخر الكومنت بتاعك حط لي مجموع الأرقام. وبكده تبقى دخلت السحب، وكمان أسبوع هيتم الإعلان عن الفائزين في قناة تليجرام فقط، فخليك متابع هناك علشان الفرصة ما تفوتكش. اللينكات كلها في التعليق المثبت وفي وصف الفيديو. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.